بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم النهاردة معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة عندنا أفكار حلوة جدا من إعادة التدوير. يلا بينا كده نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. أول حاجة هنا أنا عندي جردل بالشكل ده وعندي استيكر. هبتدي دلوقتي كده أقص قطعة من الاستيكر على قد الجردل بتاعي، وابتديت طبعا مزودة زيادة 2 سنتي عشان أخرجها ألزقها على بره. قصت طبعا بالشكل ده وخلاص غلفته، وجبت عندي كمان قطعة او دايرة من الكرتون على قد القاعدة بتاعة الجردل، وابتديت ان انا اغلفها بنفس الستيكر. وبعد كده ابتديت ان انا اقفل كده الدوران بتاعها بالشكل ده. هجيب عندي ايه كمان، هجيب عندي يعني محضرة جزء بنفس الحجم بنفس المقاس بنفس الشكل. بعد كده هوزع عليه سيليكون كويس جدا، وهبتدي ان انا اثبته في الجردل من جوه بالشكل ده. وهكرر نفس الخطوة في القاعدة بتاعة الجردل كمان. بعد كده عندي هنا ده دبار الخيش، هبتدي الف الدوران بتاعي في الجردل من جوه، وهقفل الجردل كده عشان يديني المنظر اللي هنشوفه ده. بعد كده هبتدي ان انا اجيب عندي لزق دبل فيس ولفيته حوالين الجردل بتاعي، وهجيب نفس دبار الخيش اللي لفينا منه جوه، هبتدي ان انا الفه حوالين الجردل من بره، بس مش كتير يعني مش هوصل للاخر، ربع الجردل كده. جبت عندي كمان الدبار اللي هو الاوفوايت ده، هبتدي برضو ان انا الف كده واغطي بيه الجردل بتاعي كله. تمام كده انا خلصت ايه، اول مرحلة. هاجي كده حطيت مسحة من الشمع في الخيط قبل ما اقص عشان ما يتنسلش معايا. بقيت معايا بالشكل ده، وهقفل طبعا الاطراف. ولما باجي اقص الجزء ده بقصه من النص اللي انا حطيت فيه الشمع، عشان الخيط اللي عندك ما ينسلش، لا في الجردل ولا اللي متوفر عندك. جبت عندي هنا ورقة، ابتديت اخدها كده يعني طبقتها بالطول وقصيتها 2. جبت عندي عود خشب ولفيت معايا رول من الورق. هبتدي دلوقتي كده اثبت معايا 3 رولات في قلب بعض، وهدخلهم في بعض كده مسحة صغيرة من الغيرة او من السيليكون، وهبتدي ادخلهم في بعض. تمام. بعد كده هبتدي ان انا احطهم كده واطبقهم بايدي او اضغط عليهم باي حاجة عشان عايزاهم يكونوا ممسوحين معايا. جبت عندي اي حاجة مدورة بعرض معايا 5 سنتي، وابتديت ان انا هلف عليها الورق اللي احنا عملناه مع بعض ده. طبعا بنلف ونحط مسحة من الشمع او من الغيرة ونلف وهكذا لحد ما اخلص كل الدوران او كل الحلقة اللي انا بعملها من الورق. هتبقى معايا بالشكل اللي احنا هنشوفه ده. ده كده الشكل بتاعها. عندي ايه كمان، هبتدي ان انا اجيب لفة، هجيب عود واحد بس بقى من الايه، من نفس الرول اللي احنا لفيناه، بس عود واحد وهلفه على الصباع اللاصق ده، وهقفله بالشكل ده. بقى عندي حلقة كبيرة وحلقة صغيرة. بعد كده هبتدي ان انا الف عليهم خيط، وده بلف عليهم خيط خيش، بس ده خيط الخيش الرفيع مش الدبار. الدبار هيبقى صعب في اللف وهيديكوا شكل مش حلو في الحلقات بالذات، فبنلف دايما الخيط الرفيع في الحلقات. والحلقة الصغيرة هلفها بس بخيط لونه نبيتي كده زي ما احنا هنشوف بالشكل ده. ومعاملة حساب ان انا مزودة معايا في الخيط لان هحتاج جزء الخيط الزيادة ده، وهبتدي ان انا ادخله الزقها جوه. والخيط اللي اتبقى معايا هبتدي الفه حوالين الاتنين مع بعض عشان يديني الشكل اللي هنشوفه مع بعض ده. تمام. وهبتدي دلوقتي طبعا اثبت الطرف بتاعي بمسحة من السيليكون. بقى عندي الشكل دوت. عاملة معايا هنا مجموعة من الحلقات، هنبتدي نثبتها فوق الجردل، بنحط مسحة من الشمع او السيليكون ويكون سخن جدا، وهبتدي ان انا ايه الزقهم. طبعا لحد دلوقتي انا ما لزقتهمش جنب بعض، بنلزقهم ونثبتهم الاول عشان نظبط المقاس، وبعد كده نبتدي نقفل الاتنين جنب بعض بمسحة كده صغيرة من السيليكون. وطبعا كل مرة بلزق بمسك بايدي بس لحد ما الحاجة تنشف معايا، وبعد كده اكمل عادي خالص. بقى معايا كده بالشكل ده. جبت عندي كمان نفس الخيط النبيتي اللي استخدمته في الحلقات الصغيرة، هبتدي ان انا هثبت بس الطرف مع طرف الخيط او بداية طرف الخيط اللي انا واقفة عندها. وطبعا عندي هنا ما بين كل لفة خيط والتانية في زي مكان فاصل، همشي الخيط الرفيع او الخيط النبيتي ده فيه، بس مش هحط سيليكون ولا اي حاجة. انا ثبته في الاول وهثبته في الاخر بس، لا اكتر ولا اقل. والمكان اللي انا ابتديت عنده هقف عنده عشان يديني الشكل اللي انا عملته ده. لو لاحظنا انا ما حطيتش اي سيليكون.
بقت معايا بالشكل ده فكرة جردل، كان جردل قديم عملنا فكرة منظم منه هايلة جدا، وفي نفس الوقت مش كلفكيش اي حاجة، تكلفته رمزية جدا جدا، وما شاء الله حاجة شياكة وتحفة جدا، منظم هايل. يا رب يكون عجب حضراتكم. يلا بينا على الفكرة التانية. عندي هنا في الفكرة التانية ده غطا علبة سمنة الصغيرة، ومعايا غطا تاني. هبتدي دلوقتي كده اغلف بيه قماش الخيش، وهثبت كده، وبعد كده هبتدي اقفل برضو الجوانب بتاعة الغطا. ممكن استخدم في الخطوة دي دبار خيش لو احنا مش متوفر عندنا قماش الخيش. هلزق الغطاين فوق بعض، وبعد كده ابتدي الف عليهم خيط خيش عادي خالص، او دبار الخيش بمعنى اصح. غلفت كده، وابتدي برضو اغلف التاني بالشكل ده. انا عايزة بس يكون في اختلاف في الاحجام مش اكتر. لو طبعا مش متوفر عندنا الغطي، ممكن نستخدم نعمل طبقات من الكرتون، بس احنا ما شاء الله بيبقى عندنا غطي كتير جدا. جبت عندي جزء من سلك المنشر اللي معايا ده طوله 35 سنتي، وابتديت ان انا الف عليه خيط خيش. جبت عندي كمان هنا قطعة من الكرتون، ويفضل يعني يكون يعني قطعة كرتون تكون شكلها حلو كده. ابتديت ان انا الفها زي قرطاس بالشكل ده، وبعد كده هلزقها، وبعد كده هبتدي ان انا اقص الزيادة عشان يديني شكل القمع او القرطاس زي ما احنا عايزين. وهقص من الطرف التاني جزء كمان صغير كده. بعد كده هبتدي اساوي لو في عندي اي زيادة. هجيب عندي خيط الخيش، او ممكن دبار الخيش ينفع برضو في الفكرة دي، او اي نوع خيط احنا عايزينه. بس احنا عارفين ان بيبقى خيط الخيش بيبقى او قماش الخيش عموما بيبقى شكله لذيذ في الشغل، في ديكورات البيت، وبسيط وسهل في الشغل كمان. لفيت معايا كده كل القمع اللي احنا عملناه ده، وبعد كده جبت عندي شريط هنا، اي شريط كده لونه ذهبي، مع شريط نص لولي، وهبتدي ان انا الفه كده من فوق. هجيب بقى قطعة السلك اللي احنا لفيناها مع بعض دي، وهبتدي ان انا هبتدي من عند الطرف القمع، وانا نازلة بقى كده بالدوران بتاعي كله، يعني بمشي جزء جزء لحد ما يديني الشكل المموج اللي احنا هنشوفه ده، نحس ان هي شبه السوستة كده. بقت معايا كده. هنجيب بقى القاعدة اللي عملناها، انا برضو وزعت عليها شوية من اللولي وشوية من الفصوص الذهبي، وهبتدي دلوقتي كده اثبت فيها الشكل اللي هو السوستة اللي عملناه ده في الوسط بالظبط. واهم حاجة نلزقها كويس بشوية من السيليكون كده حلوين. كان عندي هنا زي وردة كده من اكسسوار، ابتديت ان انا اخدها واحطها في الطرف السوستة من فوق، وبعد كده هبتدي اثبت القمع بتاعي. هنا القمع دوت ممكن اسيبه كده متحرك، او ممكن ان انا اثبته بشوية من الشمع في القاعدة. بقت معايا فكرة لطيفة فازة شكلها لذيذ وحلو ومختلفة، وحطينا فيها ورد او سيبناها بالشكل دوت ده كده، شكلها برضو من غير ما فيهاش اي حاجة، لا وقت ولا شغل ولا اي حاجة، شوية خيط بس مش اكتر. يا رب تكون عجبت حضراتكم. يلا بينا كده نشوف مع بعض الفكرة اللي بعد كده. عندي هنا في الفكرة بتاعتي جردل، قصيت منه الجزء الاولاني اللي بيبقى موجود في الجردل ده، وبعد كده هبتدي دلوقتي هغلف او هشتغل. عندي ده بواقي قماش باللون الاسود، هبتدي ان انا اغلف بيه. هغلف بيه من بره على جوه، وطبعا عامله حساب ان انا قطعه القماش تكون على دوران الجردل من بره ومن جوه. بعد كده طبعا غلفنا من بره الاول، بعد كده بننزل على من جوه، عشان لو في اي زياده برضو معاكم بنقصها عادي جدا. انا عايزه بس الجزء ده يكون متغلف كويس. بقى عندي بالشكل ده. جبت عندي قاعدة من الكرتون، وهبتدي ان انا اغلفها، او وزعت عليها غيرة وهغلفها بنفس القماش. انا هستخدم هنا في فكرتي اللون الاسود، واللون اللي هو يعني حاجة كده درجة من درجات البيج او الجملي شوية. هبتدي دلوقتي كده عملت قاعدة على قد طبعا الطوق بتاع الجردل، وابتديت ان انا اثبت فيه القاعدة بتاعتي قطعة الكرتون اللي غلفناها يعني. جبت عندي هنا اعواد خشبية بارتفاع 7 سنتي، او حسب الارتفاع اللي احنا عايزينه، ممكن يبقى اعلى من كده. وهبتدي ان انا الزق الاعواد دي، وبسيب مسافات حوالي كده 3 سنتي ما بين كل واحدة والتانية، عايزة تكون المسافات كبيرة شوية. بقت معايا بالشكل ده. ده الخيط لان ده خيط سلسلة مدي كده، يعني نحس ان هو بيج جملي ذهبي، ان هو تحسه ان هو الالوان بتاعته دي مضفراه. الضفيرة دي متضفراها من 6 اطراف، وابتديت ان انا هوزع معايا سيليكون وهلف على الطوق بتاعي.
بقى هيبقى معايا بالشكل ده. حلو كده. هجيب معايا هنا خرز خشب، وهبتدي ان انا ادخله في الاعواد معايا بالطريقة دي. ممكن تستخدمي خرز لولي او اي نوع خرز يناسب الشغل اللي انت عاملاه. جبت عندي كمان خيط لون اسود، نفس انا مستخدمة في كل فكرتي الخيط السلسلة. جبت بعد كده هبتدي اثبته من تحت الخرزاية، وهاجي دلوقتي الف اعديه في العود التاني، وهبتدي الفه قبل ما اعديه، مرة من فوق الخرزاية ومرة من تحت الخرزاية، مرة كده ومرة كده، يعني زي ما احنا شايفين بالشكل اللي انا شغالة بيه ده. مرة بعديه من فوق الخرزة والف، ومرة بعديه من تحت الخرزة والف، وهكذا لحد ما اخلص الشكل بتاعي كله. وبعد كده لحد ما اوصل للبداية اللي انا وقفت عندها، هبتدي ان انا اثبت واقف لحد كده. حلو كده. وبنفس برضو الخيط هاجي من نفس الخرزاية برضو اللي انا وقفت عندها، هطلع بس بقى فوقيها، انا طبعا ابتديت من تحت الخرزة، هطلع فوق الخرزاية هنا بقى، وابتدي ان انا همشي عادي خالص. هلف على يعني بلف الخيط على كل عود بمشي عليه حوالين نفسه، وهكذا الف الخيط حوالين نفسه على العود، وبعد كده امشي على اللي بعده واللي بعده لحد ما اوصل كده لارتفاع معين انا عايزاه. ممكن اكمل للاخر بنفس الشكل، وممكن ان انا نعمل زي ما انا هعمل مثلا كده. هنا دي برضو بترجع حسب ذوقك. هجيب معايا كده الخيط التاني، هبتدي اقفل بيه الطرف الاخير في الصينية اللي انا بعملها دي، وهبتدي الف كده الدوران بالشكل دوت. مش هعمل حاجة، يعني كل اللي انا هعمله هلف بس الجزء الاخير اللي انا شغالة عليه ده، هيعمل لي اختلاف في الصينية بتاعتي شوية. هبتدي دلوقتي كده اجيب عندي برضو هقفل هقفل بيه الخرز الخشب على كل عود، هحط خرزاية هيديني المنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده. حاجة بسيطة برضو وسهلة، وفي نفس الوقت يعني شكلها لذيذ. عملناها برضو من اعادة التدوير، حاجة بسيطة جدا، يعني جزء من جردل مش اكتر من كده. واستخدمنا الباقي كله خيط ان شاء الله، شوية خيط برضو صغيرين مش كتير جدا، مش هيطلعوا حتى معاكي حبة الخيط اللي انا خدتهم دول حوالي 100 جرام. تمام. ان شاء الله يعني بقت معايا بالشكل ده ما شاء الله. يا رب تكون عجبت حضراتكم. يلا بينا على الفكرة اللي بعد كده. الفكرة دي برضو بسيطة جدا. كل اللي انا عملته جبت ازازة دواء، وهبتدي دلوقتي كده ان انا الف عليها معايا كده خيط خيش. تمام. لحد ما اوصل للنهاية، وبعد كده هلف طبعا حوالين رقبة الازازة برضو. جبت عندي هنا اعواد خشبية، طبعا دي اطول من الازازة، يعني ايا كان شكل الازازة او حجمه اللي انا هستخدمه. يعني لو هنقول ان طول الازازة اللي انا مستخدماها مثلا 10 سنتي، يبقى انتي هتزودي مسافة 3 سنتي، هتقصي اعواد مثلا 13 سنتي، يبقى في 3 سنتي زيادة عن طول الازازة. بعد كده هبتدي ان انا احدد كده الازازة بتاعتي اقسمها بالنص، وكل معايا جزء انا مقسماه هبتدي ان انا اوزع فيه اعواد من الخشب، يعني اكمله كده بعودين من الخشب عشان تبقى المسافات معاكي مظبوطة ما بين كل عود والتاني. هكرر الخطوة دي في كل الدوران بتاع الازازة. لو لاحظتوا الازازة لسه بيتحرك معايا الخشب، بس هيثبت دلوقتي. بعد كده هبتدي ارجع كمان هلف شوية من الخيط على اول طرف من اطراف الازازة كده، يعني هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي. هلف الدوران بتاعي كده، يعني هنقول مسافة رقبة الازازة بس مش اكتر. تمام كده. الجزء اللي انا لفيته ده هيثبت لي الخشب اللي انا حطيته ومش هيتحرك معاكم. بعد كده هبتدي اجيب معايا خرز خشب، وهثبته في الاطراف بتاعة الازازة. بس كده عملت فكرة فازة برضو لذيذة جدا وبسيطة، وما فيهاش اي شغل ولا اي حاجة ولا اي خامات يعتبر. دي كده كانت افكاري النهاردة. يا رب تكون عجبت حضراتكم وتكون استفدنا مع بعض من الفيديو. بتمنى ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة لو بتشوفونا لأول مرة. لو في اي استفسار او اي حاجة اكتبولي وان شاء الله هرد على حضراتكم. وبإذن الله اي حد طلب مني اي حاجة هنفذها معاكم ان شاء الله. بس كده، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.